السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا عليه كلنا كده جميعا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. ربنا يعيد علينا جميعا بالخير والبركات. الأهلي النهاردة عمل ماتش تاريخي بصراحة، ماتش حلو أوي. برضه هنقول تاني مالناش دعوه بالفرقه اللي قدامنا بتلعب ازاي، احنا اللي في دماغنا الاهلي بيلعب ازاي، الاهلي بيقدم ايه في الملعب. الفرقه ضعيفه، كسبناها 3-0 في ماتش الذهاب، والنهارده 4-0 في ماتش الاياب. حاجه محدش هيختلف عليها، الفرقه ضعيفه، فرقه من اثيوبيا المفروض ان هي بطل الدوري الاثيوبي 7 مواسم وداخله على الموسم الثامن، لكن فرق مستوى رهيب طبعا ما بين الكره المصريه والكره الاثيوبيه. فهنسيبنا من الموضوع ده خالص. اهم حاجه الاهلي كان شكله ايه في الملعب، التدوير اللي كولر بيعمله حاجه ما شاء الله. اللعيب الاحتياطي بينزل اساسي، ما تحسش ان هو احتياطي، ما تحسش ان هو حتى لمس الدكه بتاعت الاحتياطي، كان رجله في الملعب من السنه اللي فاتت. فشغل عالي جدا. مارسيل كولر هو صاحب الايه، الاداء الحلو اللي احنا بنشوفه الفتره دي. يعني ليه الفضل النهارده ان احنا نشوف ماتش حلو للنادي الاهلي. شفنا الاهلي ماسك الكوره ازاي الماتش كله تقريبا. الفريق الاثيوبي انا ما شفتوش وصل لغايه الجون تقريبا، يعني ما فيش، مش موجود. بيقسم الكوره حلو قوي. عندنا رمانه في خط النص دلوقتي، امام عاشور ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. حاجه كده ايه، بتفكرنا بالزمن الجميل بتاعنا بتاع حسام غالي وابو تريكه والناس الحلوه دي. فماسك خط النص حلو قوي، لمسات رهيبه، بيعرف ياخد فاولات حلوه في مناطق حلوه، بيعدي زي الحلاوه، حاجه كده ايه ملهاش حل. محمد مجدي قفشه النهارده برضو ما شاء الله عليه، جاب جونين، كوره ما جابهاش بقاله كتير، جون من كوره ثابته، او الجون الثاني من كوره كده ايه، القادمون من الخلف زي ما بنقول، جون حلو قوي. كهربا النهارده بيهدف، بيجيب ضربه جزاء وهو اللي بيلعبها وبيجيبها. والجون الثاني برضو بقاله فتره كبيره ما جابوش، بالهيد رفعه حلوه قوي، بينيه حلوه طبعا من عبد القادر لمحمد هاني، رفع الكوره حلوه قوي على دماغ كهربا، وكهربا ايه، انا هجيب جون. فالنهارده الاداء من كل اللعيبه، احمد كوكا كان النهارده حلو قوي، كريم الدبيس النهارده مكان علي معلول لازم ياخد فرصته، جميل، لعيب جميل. محمد عبد المنعم طبعا، يعني مفيش اختبارات في الدفاع، سواء الشناوي او طاقم الدفاع عملوا اللي عليهم، لكن مفيش اختبارات حقيقيه النهارده. فلا النهارده الاهلي كان شكله حلو قوي، كل اللي لعبوا حاجه عظمه على عظمه. كريستو على راي ايمن الكاشف جاي، ده جوهره تونسيه وجاي، ايامه جايه كتير. طبعا كل الناس هتاخد فرص في النادي الاهلي السنه دي، فمبروك للنادي الاهلي. هندخل بقى على دوري المجموعات ان شاء الله، ونشوف المجموعه بتاعتنا مين. يا ريت نغير بقى، يعني مش كل سنه نبص نلاقي الهلال السوداني وصن داونز، كفايه بقى لنا 3-4 سنين هم الاثنين دول، تحس ان هم قاعدين معانا في الاوضه. ايه يا جدعان، ما تغيروا، نغير بقى شويه وناخد فرقه ثانيه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. فرب يبعدهم عننا، مش عشان حاجه والله، بس ايه، اي فريق السنه دي هيجي مع الاهلي ان شاء الله هيتداس عليه، مش فارق الاسم، لان الاهلي اعلى سكواد في افريقيا السنه دي بكل المقاييس، ولسه في كمان لسه ناس ما ادتش كل اللي عندها، ولسه ما شفناش موديست الاهلي عظمه السنه دي ان شاء الله. فربنا يكرم باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نوصل لل 100 مشترك باذن الله، هيبقى فيه مفاجآت كتيره وهنحتفل مع بعض. واشوفكم على خير، الف سلامه.